فيها ولست مدينة، والله أعلم. كيف يوفق المسلم بين الإنفاق في وجوه الخير وبين الادخار لما قد يحتاجه في المستقبل وفي الظروف الطارئة؟ هذه القضية ليست فيها حسبة معينة أو توقيف شرعي، وإنما الحكمة عند الإنسان، الحكمة هي التي تجعله على هذا الحال. لا بد من أن يدخر شيئا للضروريات، لكنه لا يبالغ في هذا الادخار ويترك الصدقة، وليجعل بينهما موازنة معينة، بمعنى أن أمواله التي تأتي إليه ليجعل مثلا، لو قلنا إنه يجعل 2.5% منها شهريا من موارده، يفعل هذا بعض الصالحين، يجعل 2.5% أسوة بالفرض الواجب في الزكاة، يجعل 2.5% من كل موارده الشهرية يجعلها في سبيل الله تعالى، ينفقها في الفقراء وفي غيرهم، وما عدا ذلك يدخره. هذا جائز، لا حرج عليك إن تأسيت بهؤلاء، فأرى هذا التصرف جائزا وسائغا ولا حرج فيه. نعم ليس هو واجبا، ولكنه حسن أن يكون للإنسان إنفاق شهري في كل ما يأتيه، حتى يبقى متواصلا مع الصدقة وحتى يتقبل الله تعالى منه عمله. لكن النسب في آخر الأمر وفي آخر المطاف راجعة من الإنسان إلى ظروفه الخاصة، هو الذي يقدرها، والله تعالى أعلم.